بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى ان شاء الله باذن الله. النهارده نعمل طريقه حلوه جدا جدا للوافلز. بجد بجد هتعجبك قوي. الطريقه بتاعتها سهله جدا جدا، بسيطه قوي قوي قوي. بصوا الجمال عامل ازاي. احنا عملناه في قوالب السيليكون اللي هي المخصصه للوافلز، وعملناه في التوستر بتاعنا اللي هو برضو المخصص للوافلز. تمام. للي ما عندهوش ده او اللي ما عندوش ده ان شاء الله باذن الله هيعملوا باذن الله. القوالب دي بتتباع في أي مستلزمات أدوات منزلية، هتلاقيها بسهولة جدًا. بُصّوا الجمال، زيناها بالنوتيلا اللي إحنا عاملينها، والطريقة سهلة جدًا، مقاديرها بسيطة جدًا، جدًا، مقاديرها موجودة في كل بيت. بُصّوا بقى الجمال، يعني ما شاء الله تحفة، تحفة، تحفة. تعمليه للأولاد هياكلوها في ساعتها إن شاء الله بإذن الله، يا يخلصوها في يوميها بإذن الله، بألف هنا وصحة على قلوبهم يا رب جميعًا. نروح للمقادير بسرعة. عندي كوبايتين دقيق، لازم كل مكوناتنا تكون بدرجة حرارة المطبخ، تمام؟ اتفقنا إن إحنا كل المخبوزات بتاعتنا تكون بدرجة حرارة المطبخ. هابدأ إن أنا أنخل كوبايتين دقيق، وبعد كده أنزل عليهم بمعلقتين سكر كبار، وبعد كده معلقة بيكنج باودر كبيرة وذرة ملح، وبعد كده معلقة لبن بودرة ومعلقة فانيليا. تمام، معلقة فانيليا صغيرة، ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض. مفيش حاجة صعبة لغاية دلوقتي، كل حاجة سهلة، كل حاجة موجودة عندنا إن شاء الله بإذن الله. مش هننزل السوبر ماركت نشتري أي حاجة منها. هنروح للسوائل بقى اللي عندنا. كوباية إلا ربع مَيّة على كوباية إلا ربع حليب. كنت ممكن إن أنا أعملها بكلّها حليب، بس عشان برضه إحنا ب ب بنوفّر وبنقتصد شوية. وبعد كده نزلنا بالكوبايتين، نزلنا بالسوائل واحدة، واحدة، وبعد كده نُص كوباية زيت. الزيت هيدّيكِ هشاشة تحفة. ما تحطّيش زبدة أو سمنة، ما تحطّيش، ممنوع، هيخلّيها لِك مكتومة. تمام. هابدأ إن أنا أنزل بالضبط، بالضبط إحنا نزلنا على الخليط ده ب400 مِلّي. يعني زي ما أنا قُلت لِك كوباية إلا ربع حليب على كوباية إلا ربع مَيّة. تمام. الحليب والمَيّة بدرجة حرارة المطبخ، ما فيش أي مشكلة، ما تدفّيهاش، ما تكونش دافية عادي. هانزل بعدد 2 بيضة، وبعد كده نقلّب كويس. هاورّيكِ القوام اللي إحنا عايزينه دلوقتي، وسهلة جدًا. ما فيش أسهل من كده waffles، ما فيش أسهل من كده. طريقته بسيطة جدًا. آخر مكون هننزل بيه على المكونات بتاعتنا معلقتين خل كبار، وبعد كده قلّب، 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 قلّب كل المكونات. ما تكتريش السكر، لإن لو كترتِ السكر بتاعِك على الwaffles هيخلّيه لِك يتحرق، مش هيبقى حلو خالص. تمام. معلقتين كبار فقط لا غير سكر، ما تزوديش خالص. هابدأ إن أنا أضرب كويس جدًا، جدًا، جدًا. وبعد ما أضرب هاوريكِ القوام اللي أنا عايزاه، وهابدأ إن أنا أصفّيه. بس للأسف اللقطة يعني اتحذفت معايا وأنا باصفّيه. بتصفّي الخليط ليه؟ عشان ما يكونش فيه أي تكتلات خالص. عندِك الخلاط اعملي فيه المكونات دي كلها، بس أنا حبيت إن أنا أوريكِ إن بالمضرب اليدوي سهلة جدًا وبسيطة جدًا. باوريكِ إن أنا ما أخدتش ال500 مللي كلها، أخدت 400 جرام فقط لا غير. وبرده كل دي بيختلف عن التاني، بس أنا هاوريكِ القوام اللي إحنا عايزينه للwaffles بتاعنا. تمام. بُصّي، هو ده القوام اللي إحنا عايزينه، ما يكونش خفيف، ما يكونش تقيل، يكون وسط بالضبط. بُصّوا الجمال، بُصّوا الحلاوة، تحفة، يجنن، رائع، 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 بجد، بجد حلو أوي. مقاديره إن شاء الله بإذن الله مش صعبة، في منتهى السهولة. مش هاقول لكم برضه الواحدة بتتباع برّه بكام، أنتم عارفين أكيد وبتجيبوها من برّه، فحرام. إحنا عملنا كذا واحدة بتكلفة قليلة جدًا، جدًا، جدًا. هابدأ أجيب القوالب بتاعتي دي. القوالب السيليكون بتتباع، عايزة تجيبيها من على أونلاين، أوكي، جيبيها من أونلاين هتلاقيها متوفرة جدًا بمنتهى السهولة ورخيصة أوي، أوي، سعرها رخيص جدًا. هابدأ إن أنا أدهنها كويس زيت، وبعد كده هانزل بالخليط، وبعد كده هاوريكم إيه اللي هيحصل دلوقتي. لازم الفرن يكون شغال عندنا على درجة حرارة 200 قبلها ب10 دقايق، وبعد كده تحطيه على الوسط وتراقبيها. تمام. هابدأ إن أنا أنزل بالخليط بتاعي، وبعد كده هابدأ إن أنا أخبطها تخبطتين حلوين كده عشان تشيل فقاعات الهوا. بس برضه ما اتخبطتش معايا كويس، كان فيها فقاعات هوا بسيطة كده، بس ما فيش أي مشكلة عندنا. تمام. هابدأ إن أنا أساويها، وهنا لقيت واحدة زيادة فأخدت يعني سويت كله زي بعضه. أنا عايزة كله زي بعضه. تمام. وهابدأ بقى إن أنا أخبّطها تخبيطتين وأدخّلها الفرن. سهلة جدًا، بسيطة أوي. أول بديل عندنا عشان لو ما عندناش الجهاز اللي هو التوستر، عشان إحنا لو ما عندناش الجهاز ما فيش حاجة هتوقّفنا وهنعمل أحلى وافل مخبوز. تمام. النتيجة بتاعتي هاقول لِك أنهو اللي مخبوز أحسن والّا في الجهاز أحسن في الآخر. تمام. عندي برضه القالب العسل ده تحفة برضه من أونلاين، جايباه أونلاين برضه هتلاقيه في أي مستلزمات أدوات منزلية هتلاقيه بمنتهى السهولة. برضه لو عايزاه أونلاين هتلاقيه برضه. تمام. جيبيه من أي موقع أونلاين، ممتاز، 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 خرافة. النتيجة بتاعته رائعة. القوالب دي النتيجة بتاعتها حلوة جدًا. تمام. هابدأ برضه إن أنا
أنزل بالwaffles بتاعي في القوالب دي، في القالب ده، وبعد كده هاوريكم برضه هنعمل إيه. هاخبّطه التخبيطتين الحلوين بتاعتنا، وبعد كده هاروح مدخّلاه الفرن وأوريكم بعد ما تستوي هيبقى عاملة إزاي. آدي عندنا الجهاز بتاعي العسل ده، بُصّوا ده حياتي، يعني ده ما أقدرش أستغنى عنه خالص، تمام. هابدأ مش الwaffles بس، هو ليه كذا استعمال. بُصّوا هتلاقيه متبهدل وآسفة جدًا على منظره، بس مش مشكلة. لازم نسيبه يسخن جدًا، 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 أول ما اللمبة تنوّر أحمر، وبعد كده هنروح دهنينها زيت، وبعد كده هنروح نازلين بالwaffles بتاعنا وهنغطّيها. أول ما اللمبة تنوّر أحمر نروح شايلينها على طول، تمام. هابدأ إن أنا أساوي الwaffles بتاعي، أحط الاتنين بمقدار واحد، وبعد كده هاغطّي عليها، وبعد ما تستوي هاورّيكم هنعمل إيه، تمام. حاولت إن أنا أفتح عليها بس كانت لسه شوية، حسيت إن هي لسه شوية، وبعد كده بعد ما استوت هاورّيكم بقى الجمال والحلاوة. بُصّوا ما شاء الله تجنن، حلوة أوي، أوي، أوي. وبرضه هاقول لكم النتيجة بتاعة التوستر والّا بتاعة السيليكون أحسن، اللي هي القوالب السيليكون اللي إحنا عملنا فيها. حلو أوي، يجنن ما شاء الله. هو مش محروق يا جماعة خالص، هو لونه كده. ال التوستر مش بيدّيكِ اللي هو اللون الموحّد، لأ اللون الكامل. بُصّي الجمال، بُصّي الحلاوة، ما شاء الله تحفة. هابدأ إن أنا أشيل القوالب من السيليكون، وبعد كده لازم أسيب الwaffles يبرد تمامًا، تمامًا، ولازم ما أغطّيهوش. اوعي تغطّيه، حذاري تغطّي الwaffles هيعجّن معاكِ وهيبقى طري معاكِ وهيبقى وِحِش جدًا. بدأت إن أنا أخرّج الwaffles بتاعي، وبعد كده هاحطه في الصينية وادخّله الفرن تاني. أنا عايزاه ينشف، عايزاه ينشف لإن هو كان لسه طري، حاساه إن هو طري. بُصّي دي ما شاء الله باورّيكِ ناشفة إزاي، تحفة تجنن. هابدأ إن أنا أدخّل دول ياخدوا يعني تحميصة كده، بمعنى أصح إن أنا هاحمّصهم وبعد كده أخرّجهم يتهوّوا. لازم أسيبهم ينشفوا كويس جدًا في الهوا كده، تمام. وآدي تاني قالب يجنن، شكله حلو أوي، أوي، بجد تحفة. عجبني جدًا يا جماعة، والله عجبني، التجربة عجبتني أوي في القوالب دي. كنت أول مرّة فعلًا أعمل فيها، بس حبيت إن أنا أقول لِك لو أنتِ مش عندِك الجهاز هتعرفي تعمليه في منتهى السهولة، مش هتوقّفي نفسِك، هتعمليه وهتعمليه أحسن كتير، كتير، كتير جدًا من برّه. بُصّي بعد ما نشف معايا ما شاء الله باورّيكم، بُصّوا هو ناشف إزاي، باورّيكم النتيجة دي هي النتيجة دي، تمام. بس أنا برضه هاقول لكم أنا حبيت أنهُ أكتر. أنا حبيت المخبوز أكتر، سبحان الله. عجبني جدًا، عجبني يعني عجبني الملمس بتاعه والطعم بتاعه عجبني أوي، بس الاتنين برضه حلوين. عندي نوتيلا، عندي chocolate white اللي هي الشوكولاتة البيضا، سيّحتها وبعد كده حطيت عليها معلقة زيت، وحطيت عليها معلقة لبن، وبعد كده دوّبتها، وبعد كده هازيّن بيها. بُصّوا النوتيلا بتاعتي اللي أنا عاملاها، طبعًا أنا نزّلت الطريقة على القناة، طريقتها سهلة جدًا، جدًا، ولو عملتيها يعني هتدمنيها. بجد النوتيلا بتاعتي إن شاء الله بإذن الله طريقتها برضه اقتصادية وسهلة جدًا. بدأت إن أنا أزيّن بيها بقى وعلى الجمال، ما شاء الله تحفة، طعمه يجنن. لو جربتوه بجد هتدعوا لي كتير، كتير، كتير. مش هتفكروا إن أنتم تروحوا تشتروا القطعة برّه ب25 جنيه وب30 جنيه، حرام. إحنا التكلفة دي كلها التوتال كله كلفناه 30 جنيه، فحرام إن أنتِ تروحي تشتريها من برّه. وأنتِ بُصّي ما شاء الله عملنا كمية قد إيه، وإحنا أكلنا 2 يعني. إحنا قبل التصوير إحنا قبل ما أنا أفنّش بصراحة أكلنا 2 عشان ما أكدبش عليكم. يعني شوفوا الكمية قد إيه، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تتجنن. ابدئي اعمليها هتلاقي نفسِك ممتازة فيها، الطريقة بتاعتها سهلة، أي حد ممكن يعملها وهتتعمل في إيدِك في منتهى السهولة. يالّا إن شاء الله بإذن الله نتوكّل على الله. ابدئي بالتوكّل على الله، بسم الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، بسم الله توكّلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتلاقي الحاجة بتتعمل معاكِ وإيه، وأنتِ مغمّضة. إن شاء الله بإذن الله يا رب. اللهم احسن ما بين إيدينا جميعًا، واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. واعمليها بجد، اعتمديها عندِك لللانش بوكس برضه، وأولادِك هيدمنوها، هيحبوها جدًا، كل يوم يقولوا لِك اعملي لنا يا مامي منها. وإن شاء الله بإذن الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون طريقة شرحي مبسطة عليكم. أسيبكم بقى إن شاء الله، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة واعملوا مشاركة كتير جدًا، 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 جدًا. يالّا أقول لكم آخر حاجة، باي